في إذني، أقول لكم جلست جنبي لزقت فيني وقامت تقول لي كذا بهذا لهجتها، حتى والله إني حتى ما أنسى نبرة صوتها. قامت قالت شوفي والله العظيم كذا، هي فيها خنة كذا، والله قربت مني، حطت شفايفها في إذني وهمست لي، قالت اسمعي والله لا يشوفك إبراهيم لا ذبحك، والله لا يشوفك إبراهيم، حتى ما تقول إبراهيم، مو إبراهيم، إبراهيم، والله لا يشوفك إبراهيم لا ذبحك. أنا من الصدمة والمفاجأة وصوت الحريم كذا كأنه كابوس، ما استوعبت. قلت أنا إيش؟ هي هنا تهمت لي، قلت إيش؟ قامت قالت والله لا يشوفك إبراهيم لا ذبحك. تخيلوا كل هذا وأنا أفكر، يعني ماني مستوعبة أنها صدق، أفكر أنها تمزح، إنها كابوس، إنه مو بصدق. بعدين رجعت قلت إيش؟ قالت أقول لك إبراهيم، إبراهيم لا يشوفك، والله لا يشوفك لا ذبحك. قلت لها ليه؟ قالت تلبسين هذا. قالت ليش تلبسين هذا اللبس يا وسخة يا قليلة الأدب؟ هي غامدية ولهجتها تجمع ما بين لهجة أهل الرياض على اللهجة الغامدية، مدخلتها في بعض. يا وسخة يا قليلة الأدب. أصلا وين خالي؟ يعني هي الغبية أصلا لو استوعبت، مو إحنا الحريم بعد ما تعشى بروح المجلس مليان رجال، بس إلا تبغى يعني فهمتوا اللي قذرة. طيب وخالي مو خالي، هذا محرمي. وبعدين هو يعني هي تعرفه وتعرف شخصيته، يعني مرة ما في ثقة. وهل أنا بعطيه وجه؟ يعني إيش هذه؟ مجنونة. عرفتوا اللي كذا قليلة أدب، قليلة أدب، يعني تغارين على خالي من بنت أخته. فأنا إيش قلت لما استوعبت؟ لا، وتحط أقسم بالله يا جماعة كذا يدها على رقبته، والله نذبح. هذا أكثر شيء نرفزني، لما تحط يدها على رقبته ذبحك. من تهددين أنت؟ تهددين هند، مو أنا اللي أتهدد. قد دقوا أهلي راسي إلين صار يابس، ما عاد ينطحن فيه الحب، في حب ما ينطحن. قمت أنا طبعا أنا ما أعرف إيش اسم أخوها الكبير، ما أدري يعني إيش أقول لأمها، فقمت أقول لأمها والمجلس مليان حريم، قمت أقول يوم ندى، يوم ما أقول لكم الحريم ويسولفون، قمت أنا كذا بصوت عالي يوم ندى، يوم ندى. المجلس كله سكتوا. إيش ذي العروس الكيوت النعومة اللي قامت صوتها ارتفع، قامت قالت نعم. أقول لكم صار هدوء. قلت تدرين بنتك جالسة جنبي ايش تقول؟ تدرين ايش قاعدة تقول؟ قامت كذا قالت ايش؟ كذا هم عارفينها، يعرفون انها مريضة. قلت بنتك تهددني، بنتك تهددني، يعني تعزموني وتهددوني. هي ايش سوت الجبانة؟ قامت ركضت هربت، اقسم بالله يا جماعة طلعت هربت كذا، قامت ركضت وطلعت. بعدين قالت جدتها ايش في، يعني تحسون كلهم كذا انحرجوا وعرفوا انها سوت شيء، لانهم يعرفونها، هم اثاريهم عارفين ان بنتهم مريضة، انها سايكو. فعلمتهم السالفة وقلت حصل كذا وكذا. قامت جدتها قالت امسحيها في وجهي، ان الله يفشلها، والله ما عليك منها، انها مجنونة، دايم كذا غيورة مجنونة، فضحتنا من الناس ودايم تسوي لنا مشاكل وما ادري ايه. المهم حتى امها جت واعتذرت مني وقالت خلاص وما عليك وما ادري ايه، والله لا خليها تعتذر منك. شوي اخواتها كلهم هذولي 8 و9، اقول لكم كثيرات، اعداد الريش والحشيش، والله كثيرات ما ادري 8 و9، يطلعون برا، تطلع امهم واسمع نقاشات وصراخ في الصالة. شوي وعلى بال ما جدتها تهديني وتكلمني. وتخيلوا انا جدتي وخالتي اللي اقول لكم ماتت منتحرة الله يرحمها، قد ايه احبها، ساكتين كذا يعني مصدومين، وجدتها قاعدة يعني تطبطب علي وتعتذر مني ومنحرجة، والحريم في المجلس كذا مستغربين.
شوي أمها اللي قامت تقول بخليها تعتذر منك دخلت عليه واخواتها تقريبا بعد ربع ساعة وقامت قالت كل هذا الاعتذار هذاك تغير، قلب صبيح جني، صبيح قلب جني، تغيرت، اختلفت اللهجة. قامت قالت الله يهديك انتي تعرفين ان ده ملتزمة وتقومين تلبسين، والله معليش لبسك فاضح، الله يسترنا بستره، ان الله يسترنا بستره، لبسك فاضح، هذا اللبس يا بنتي احتشمي احتشمي الستر زين، الله يهديك وابوك مطوع. يعني هذا ابوي مطوع صار نقمة علي. اقول لكم حتى اهل طليقي نفس الشيء، ابوها مطوع، يعني لا ارتحت لا قبل الزواج ولا بعده، ابوها مطوع. يعني دائم عيال المطوع ياكلون تبن. انت ابوك مطوع امام مسجد لازم تكون على الصراط المستقيم، ولا ايه؟ ابوه مطوع. المهم مشكلة طويلة عريضة، قالوا يلا العشاء خلاص، راحوا الحريم. انا طبعا رفضت اني اتعشى، قلت والله ما اتعشى ولا يطب فمي. قمت اتصلت على مسفر، وهو طبعا الرجال قد تعشوا، قلت المسفر صار كذا وكذا يلا بنمشي، قال خلاص يلا. المهم انا انتظر مسفر لين يتصل علي عشان اطلع. كنت في الصاله الحريم راحوا يتعشون، انا قلت اقسم بالله انه يحرم علي هذا العشاء انه ما يطب فمي. وانا كمان اتصلت على خالي وقلت له، قلت ترى زوجتك غلطت في حقي وقالت لي كلام غير لائق وما ادري ايه. والحريم يتعشون وانا في الصاله وحدي. قامت طلعت علي المجنونه، طلعت علي من المطبخ ومعاها سكين ذبيحه، تعرفون السكين الكبيره هذه الحاده اللي كانها ساطور، السكين الطويله حقت الذبايح حقت تقطيع اللحم. والله يا جماعه والله انها جتني من المطبخ على الصاله، المطبخ طبعا يطلع على الصاله، وقالت والله لذبحك يا جايه تسببين مشاكل يا ملعونه، والله لذبحك، مو قلت لك بذبحك، والله لذبحك، والسكين معها. طبعا انا والله ما اهتزت فيني شعره، والله مع انها منتفخه مدوره كانها بالونه، قلت اقسم بالله لا ادعسها. المهم مع انها ثمينه وهي اكبر مني في العمر، بس عرفتوا اللي الادرينالين عندي وصل 1000 وصل مليون، يعني خلاص العرق حقي طلع. احنا كذا اذا عصبنا عائلتنا رجال ونساء ننجن. في ناس يعني اذا جتهم مواقف زي كذا يخافون صح، يخنعون. انا اتجنن، اصير علي وعلى اعدائي. المهم وتوها تهددني الا دخل خالي. ايش سوت موقف شفتوا اللي تشوفونه في الافلام بالضبط. يعني ترى هذا اللي يسوونه في الافلام ترى صدق في ناس يسوونه، يعني مو مبالغات. على دخلت خالي، هو خالي يعرف ان الحريم يتعشون، فدخل لقاني قدامه في الصاله جالسه، وانا قلت يحرم علي الاكل وان ما يطب فمي شيء من عندكم ولا عاد اجي. فهو جاي مسرع كذا، كويس انه جاء. المهم اول ما شافه كذا السكين في يدها والسكين كذا، قامت حطتها ورا ظهرها مع انه هو شاف السكين. قامت قالت ابراهيم، تفشل الله يفضحها، مريضة ابراهيم، بكى دموع، ابراهيم هزأتني وفشلتني وخربت عزيمتنا، شوف ابراهيم شوف لبس